السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير بصحه جيده. مبروك عليكم هذا الشهر العظيم عند الله. كنتمنى يدخل عليكم الصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا يا رب. اللي كتمنى شي حاجه الله يعطيها لها. اكثروا من القيام اخواتي ومن الصدقات في هذا الشهر، لانه ما كيتعوضش ابدا والحسنات مضاعفه فيه. سمحوا لي بزاف على الغياب اللي غبت عليكم فيه، وانني كنحط لكم غير فيديوهات قدام. وباقي اليومين هذا الاخوات كيطلبوا طلبيات، وبغيت نحبس ولكن مصرين على انني نحضر لهم الطلبيات ديالهم. ما كنبغيش نخسر الخاطر وحنا غاديين هكذا. المهم اخواتي، اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفه جديده، وصفه جد رائعه لذيذه. غادي تحطيها هكذا في مائده الافطار او لا هكذا في كتحليه في السحور. مميزات ديالها انها غنيه. نعم اخواتي، غنيه جدا، ما فيهاش السكر الابيض، ما فيهاش الزيوت المهدرجه. مكوناتها جد يعني مفيده بزاف. هنا اخواتي غادي نبداو التحضير ديال الوصفه، ونبداو بسم الله على بركه الله. وما تنساوش لايك فضلا منكم. بسم الله. كنحتاجوا القشور ديال الحامض، ممكن تعوضيه اختي بقشور ديال البرتقال، او تنسميه بالتنسيمه اللي بغيتي. وهي المهم ما فيهاش البيض، هاد البسبوسه هذه ما فيهاش البيض، كتجي لذيذه بزاف. كتضيفي هنايا قبيصه ديال الملح، تبعي غير الطريقه باش تجيك اللذه في هاد البسبوسه. وبالنسبه للسميده اللي غادي نستعملو، هي السميده ديال الفرينه البلديه، كتجي في الصراحه بنينه بزاف، احسن من السميد الاخر الاصفر. هذا كيجي غني وجد رائع. هنا غادي نستعملوا 2 الكؤوس ديال هاد السميده ديال الفرينه. هنا اخواتي غادي نضيف 2 معالق كبار ديال سكر التمر. ممكن تعوضيه بالعسل ديال التمر او العسل الطبيعي او معجون التمر. المهم الحلاوه على حسب النوعيه او البدائل الطبيعيه اللي كتستعملي. كنحاول انني ندخل ونسم هذاك السميده ديالي بالقشور ديال الحامض باش تجينا يعني منسمه بهاد القشور الحامض وتجينا لذيذه. كنحاول اخواتي نفرتت هذاك السكر التمر باش يدخل ليا مع هاد السميده. هنا غادي نحتاجو 4 كاس ديال زيت الزيتون الحلو وليس المر. كنبسبس هاد السميده مع زيت الزيتون باش يتلبسوا لي الحبات كلهم بزيت الزيتون، وتجينا البسبوسه ديالنا رائعه وكتفرتت. الوقت اللي نكونوا كناكلوها نحسوا بديك السميده منسمه واخده قياسها ديال الدهون. هنا اخواتي بعد ما دخلت زيت الزيتون مزيان، كنستعمل هنا واحد الساشي ديال الخميره بيو. بالنسبه للسيدات اللي كيسولوا على فين كتواجد، راها كتواجد في مرجان فين كيتباعوا الخمائر، كتلقاوها تما سواء مرجان او لبيم. المهم راها موجوده في الاسواق اللي كتكون هكذا الاسواق الكبرى. كندخل هاد الخميره، ممكن تعوضيها بالبيكربونات معلقه صغيره، ولكن فعليها مع واحد معلقه كبيره ديال الخل او عصير الليمون او البرتقال. هنا كنستعمل واحد كاس ديال الريب، ممكن تستعملي كاس ديال اللبن. ممكن تعوضيه بالنسبه للسيدات اللي ما تيتناولوش اللبن والحليب والمشتقات ديالو، ممكن تعوضيه بكاس ديال العصير البرتقال، راها كتجي زوينه. بالنسبه للسيدات اللي ما تيتناولوش لا عصير البرتقال ولا الحليب ولا اللبن، غادي ديري 2 الكؤوس ديال الماء فقط. هنا اخواتي ضفت كاس ديال اللبن وضفت كاس ديال الماء، كنخلط صافي. هادو هما المكونات فقط باش نحضروا واحد البسبوسه اللي هي فريده من النوع ديالها، لذيذه بزاف. هنا اخواتي كنخليو غير واحد شويه ريتما تشرب لينا، وكناخذوا المول ديالنا اللي غادي ندخلو الفرن، سواء بغيتو مول كبير او لا صغير. المهم اذا درتوها في مول صغير كتزيد طلع، الا درتوها في هذا المول هكذا شويه مستطيل راه كتجيكم شويه رقيقه، ولكن تجي بصراحه انا كتعجبني بهذه الطريقه.
كتدخلوها طيب لكم في الفرن على درجة الحرارة 180. من بعد كدهنوها بعسل التمر وترشوا عليها اللوز هكذا اولا زينوها باش ما بغيتو بالكوك اولا المهم بالفواكه اللي عندكم اللي هي جافة. كنتمنى اخواتي تعجبكم هاد البسبوسه ديالنا اللي هي كانت اقتراح اليوم لشهر رمضان الكريم. كنتمنى يدخل عليكم الصحه والسلامه، والسلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.